اليوم يا صبايا عملت بطنجرة الضغط أطيب شوربة عدس بدوقها بحياتي. يا جماعة كأني خالطيتها بالبلندر، مو معقول كمية الذوبان. جربتها مع عظام، حتى العظام مهترية. شوفوا ما شاء الله دايب، كل شي دايب فيها. في صبية عم تسألني كيف تستعملي طنجرة الضغط، اجتها هدية وخايفة تستعملها. أول شي الله يهنيكي فيها، إن شاء الله خير عليكي يا رب. يعني كتر خيرهم اللي بيهدوا هيك هدايا بهالأيام. أنا ضليتني نق على جوزي شهر، الله وكيلك لحتى جاب لي إياها. أنا مثلك كنت خايفة وبعدين راح الخوف، من أول استعمال بس بتخافي منه، بس بعدين عادي بتصير الأمور. شوفي كيف أول شي حطيت زيت زيتون، بعدين بصلة مفرومة وحمستهم لحتى تدبلوا، وبعد ما تدبلوا حطيت العظام. في ناس بتطبخها بعظام وفي ناس بتطبخها بعصاعيص، اللي متوفر عندكم. قلبتهم شوي مع بعض، ضفت البهارات فلفل أسود، كمون، بابريكا، شوية كركم وملح وماجي. قلبتهم شوي مع بعض، بعدين ضفت عليهم العدس المغسول. في ناس بتحط كل شي وبتسكر عليه، لا هيك أحسن مشان العدس ما يجبل معاكم. ضفت عليهم المي بعد ما حمستهن، وكمية المي دايما لازم تكون نص الطنجرة مو أكتر، ديروا بالكم. وكمية المي دايما على حسب الطبخة، يعني بالنسبة لشوربة العدس لازم يكون نصها، لحتى نترك مجال للبخار إنه يطلع، ما تتفجر معنا لا سمح الله. وغطيتها وسكرتها منيح، بتأكد إنها مسكرة منيح، وبس تصفر بنوص تحتها. وتركتها ساعة لتستوي على نار هادية، وبعد ساعة بطفي تحتها وبنفسها من الصفارة لحتى يطلع البخار. بستنى ربع ساعة عليها أو نص ساعة لحتى تهدى، ما يضل فيها أي بخار، بعدين بفتحها. هلأ في ناس بتحطها تحت المي، وهذا أكبر غلط على فكرة. يعني الطنجرة بتكون سخنة ومثل النار، أنت تحطيها تحت المي، شو بده يصير فيها؟ ما بدها تنتزع. وتاني شي ممكن تتفجر لا سمح الله من قوة المي والبخار، تخيلوا. يعني هلأ بدهم يقولوا لي طول عمرنا بنحطها تحت المي وما صار لنا شي. يا أختي يا حبيبتي، مو كل مرة بتسلم الجرة. ما حدا لاحقنا بعصاية، ليش لحتى نعرض حياتنا للخطر؟ نتركها لتهدى لحالها. الصبايا ما بدها شي وما بتخوف، عن جد أنا كنت خايفة منها بالأول، بس بعدين عن جد طلعت ولا أسهل من هيك. بس بدها شوية انتباه وانتبهي للوقت بس. شوفوا ما شاء الله القوام كريمي، والعظام رايحة نيفة، وطعم الشوربة طالعة مع العظام بتشهي. هاي أسهل طريقة للشوربة بدون إضافات. طبعا الشوربة من المقبلات اللي ما نستغنى عنها برمضان، وبطنجرة الضغط ولا أسرع ولا أطيب من هيك. جربوها صبايا ومع العظام، عن جد ما رح تندموا. شوفوا الطراوة، شوفوا هاي مادة الكولاجين بتكون موجودة فيه. هاي عظام خروف مو عظام بقر. أنا بالنسبة إلي بحب عظام الغنم، ما بحب عظام البقر. وانتوا شو بتحبوا حطوا. إن شاء الله تكون عجبتكم، جربوها. صحتين.